ممنوع تغني في المغرب، ممنوع تدخل تونس، شنو المشاكل اللي صارت لك علاش؟ هو ممنوع ندخل تونس لأنه اللي كان يحكمكم كان عنده توافق مع النظام المغربي اللي ما زال يحكمنا، والنظام المغربي يمنعني لأنني كما يقول هو أنني عندي دعوة ضد الاتجاه الذي يدعو له، الاتجاه الأخلاقي، الاتجاه القيمي إذا صح التعبير. فهو حب رشيد غلام يكون واحد بضاعة من البضاعة المخزنية التي تؤتت المشهد السلطاني عندنا. وبالتالي عندما غردت خارج السرب لم يحب ذلك، وكان عنده محاولات بأنه يحتويني لكن ما حبيتش، فمنعني وسجنني، مش منعني فقط، سجن إيه حتى الاعتقال، وعذبت. ولأني خرجت من المغرب نشتغل خارج المغرب، يعني حققت نجاح كبير في القاهرة، شاركت في مهرجان قرطاج في 2005 و2006. فهو حب يقص، يعني أنا نحكي شوية بالتونسي باش تفهمني. أي لا احكي حتى مغربي مش مشكل. حب يقطع هذا الحبل، طلب من النظام التونسي انه مش نظام تونسي، من منظومه عربيه هي المتعاونين في وزاره الداخليه كان عندكم اصلا، اي يجيو في تونس مذكره وزاريه من وزاره الخارجيه باش يمنعوني من الدخول او يمنعوني من النشاط. فمصر مبارك اللي راح من غير رجعه منعتني من الدخول بالمره بعد ما غنيت في الاوبرا الاوبرات، مش اوبرا اسكندريه واوبرا القاهره، وعملت كان ضجه كبيره. النظام البوليسي اللي كان عندكم كان يقعدني 5 ساعات في المطار في البوليس، ومن بعد كيف ندخل يقعد تابعني ولحقني الناس ما تنجمش تحكي معايا بالتليفون، وندخل البلاصه نلقاهم. يعني كانت مشكله كبيره جدا. الحمد لله انا من بركات ثورتكم اني دخلت لتونس، الحمد لله. كان حي شباب تونس اللي عملوا الثوره واللي قاموا على الثوره. تحيه ليكم شباب تونس. استاذ رشيد، انت وين مستقر حاليا؟ في المغرب. ورغم ذلك معناتها تعارض في النظام بطريقه واضحه، هي معناتها حاجه ايجابيه في المغرب معناتها لا مش ايجابيه، لا مش يعني النظام الانفتاح الإعلامي الموجود والمتابعات الحقوقية العالمية الموجودة الآن ما تسمحلوش أنه يكون سطوته مثل سطوة الذي كان قبلها ولو سنة. ما في الحقيقة لا زال اغتصاب الحريات، ولا زال الناس معتقلين، لا زال الناس، ولا زلت ممنوع في المغرب حتى في ظل الحكومة. لازلت ممنوع تغني حتى تحت الدوش يظل. ايوه لو صابوا منعوا لي حتى الدوش ما نغنيش فيه. رغم اني ما نغنيش الغناء السياسي، انا اغني الفن الخالص اللي متعارف عليه، يعني الفن المعروف. يعني ما عرفتش شنو الحاجه اللي توجع في المغرب وما توجعش في تونس وما توجعش في خارج تونس. غير واضح بصراحه معناتها. احنا عندنا نظام مغربي، نظام حقود في الحقيقه، يعني اما تكون معنا او من ليس معنا فهو ضدنا. يعني بالتالي اي حد ما يحبش ينصاع للنظام المغربي فهو ممنوع ويتمنع في عيشته وفي قهرته. انا مش ممنوع من الغناء فقط، انا متابع في حياتي اليوميه، في أسرتي، في كل شيء. يعني غريب جدا، غريب. حتى أنتم كان عندكم هالأشياء. لا كان عندنا يا ربي يفضلكم بالثورة وإن شاء الله. واضح. هو حتى الثورات العربية فرضت على بعض الدول الأخرى أنها تعطي هامش من الحريات خوفا فن موجود كذا، لكن ما فماش الفن اللي عنده قيمة، وما فماش الحريات، وما فماش تعبير عن الرأي. حتى بحكومة إسلامية معناتها. والله إحنا عندنا حكومة إسلامية لكن ما تحكمش. احنا عندنا حكومه ما تنجمش. احنا عندنا وزير الاتصال تبع الحكومه الاسلاميه، طلعوا دفتر تحملات صادق عليه الوزير الاول ومجلس الوزراء والبرلمان ومجلس حكماء اللي يسموه احنا الهاكل نتاع السمع البصري، وما تعداش في التلفزيون بسبب موظف. موظفين السامين اللي معينهم الملك يعني. فبالتالي يظهر بانهم ما يحكموش حتى على الاشياء البسيطه. كيف باش يحكموا يعطوا حريات؟ هو الان احنا نقول مثل اللي قالوه الفرنسيين، قالوا لي اسلاميست روياليست، هم اسلاميين ملكيين. يعني هم يدعون الملكيه اكثر، هم اصلا جاوبوهم النظام باش يدافعوا على الملك، وهذا حاجه مش يخبيوها، ما عندهمش عيب اصلا. هو الرئيس الحكومه الاستاذ بوكيران يقول انا الملك وعاش الملك، حتى في داخل حزبهم ويحب الملكيه وكذا وكذا، حتى باي شكل من الاشكال اللي تكون ملكيه متنفذه استبداديه طاغيه. فبالتالي احنا عندنا مكياج نتاع تغيير، ما عندناش تغيير.
بدليل أنا نحكي على روحي أنا ما زلت ممنوع، ونعرف ناس كثار ممنوعين، ناس يختطفون، ناس يعذبون في سجون، هناك اعتقالات في مثلا ناس ديال 20 فبراير هو الآن موجودين، حتى الاعتكاف ممنوعين، ناس ديال عبد الإحسان وغيرهم، كثير من الناس ممنوعين. يعني شنو هو تغير في المغرب؟ حتى شيء. واضح. بالتالي ما البروباغندا اللي عملها النظام ما تسريش حتى على النظام نفسه. ما نجمش النظام المغربي حتى يطول في عمر الكذبة اللي كذبها. جاب واحد من أعتى الناس اللي كان خرجت الحركة التغييرية من أن تحيدهم، جابه هو المحاور الرسمي أو هو المتنفذ في الحكومة عندنا. فبالتالي يعني في شرحه طول كما تقول العرب. في شرحه طول، ولكن قلب الموضوع واضح. واضح. لم يتغير شيء. من نحب نقولوا أي حاجة وتكون حرية التنقل والتعبير والحرية كل شيء نقول لك تغير، أما الآن لم يتغير شيء البتة. واضح.